سي فؤاد ما نعطلوكش المقابله اليوميه والالتزام سيرجع لاسباب النتيجه. اولا بغيت نعترف الاقتصاديه اولا بغيت نهني فريق الرجاء على الانتصار ديالو، عكسا اللي بزاف ديال الحوايج اللي دارت على فريق الرجاء. فريق الرجاء يبقى فريق قوي، اعتقد على انه خسر امام تكون ثاني قرن تكون هي فتره الموسم الفارق. تعادل مع الجيش تقدم لقاءات كبيره في الاونه الاخيره وتبين النتائج عاديه، ولكن دائما فريق الرجاء هو الفريق المتصدر للبطوله وبنقاط. اعتقد وجدنا اذا فريق قوي، منتظرون كي غتكون الفورمه ديالو في الاستلام باش نقدروا نناقشوا المباراه ديالنا. الان سمعتم ملاحظات السي فخير كيتكلم على اللاعبين اللي عنده لاعب كياجور ما جابوش، لان عنده بوزوق وعنده الكشاني وعنده الصالحي وعنده مجدين ومتولي ولاعبين اخرين. قبل ما ندخل سمعتكم تكلمتوا على التغييرات كلها درناها قراريه. 20 دقيقه الاولى سعيد كرادة كيشد في الموغي ديالو لان كيعاني منه هذه اسبوعين. نوضنا الشهيري وغادي يسخن لان كان غيخرج في 20 دقيقه الاولى، جا الرابط تا الرابط ودرنا له ليسون ودخلنا لعبنا به، وبالتالي الوقت اللي غادي نبدلوه سلمو تخرج خروج اضطراري، دخلنا اوكاني في مكان ودخلنا من بعد الشهيري في بلاصه سعيد كرادة لان ما بقاش سعيد كرادة قادر يجي ويدافع ويخدم في الجهه اليمنى. الرقي هو الاخر المباريات الاخرى واللي كربحنا في هذه المباراه قدم مباراه متواضعه، هذا شيء عادي لان اللاعب ماشي اله، وبالتالي هو الاخر دخلنا مكان 20 اللي كان جيد. الان شنو هما لي بيس دو شونج اللي غادي في الكرسي ديال البدلاء؟ اكيد انكم عارفينهم ماشي هما اللي كاينين في الرجاء. وبالرجوع للمباراه اعتقد ان المباراه ظلت في كاع الاشواط ديالها متكافئه، بل ان في واحد الوقت خريبه خدات الكره وهدات ومشات للمرمى وضربوا في النص ضربوا المرمى. الان غنرجعوا للاهداف غنشوفوا كيفاش في الدقيقه 42 3 دقائق الاخرى ما قدرناش نجاروها، كيفاش كره كتعطى في الظهر ديال المدافع كيدخل للمهاجم كيشجعها. ما غنوريش انا المدافع كيفاش يوقف لان اشتغلنا على هذا الشيء، وتما في الوقت الميت كنشوفوا المدافع جا وخداو الكره في الراس ديال الكاري وماركاو. مع ذلك انا اقول رغم ان كاين اخطاء فرديه في الدفاع اقول على انني اتحمل مسؤوليتي كامله في الهزيمه وكناخذ منها طرف، لانني انا اللي كنختار 11، انا اللي كندير التغييرات، انا اللي كنرسم واحد النهج تكتيكي. الان بغيت نرجع من غير المباراه اللي كما قلت لكم من غير 5 دقائق ولا 6 دقائق الاخرى اللي خداوها شويه الرجاء في وسط الميدان، لان عندهم دي بياس باش يبدلوا الوجود ديالهم. كنرجع غير شويه للوضع، رحنا في الهدف كان هو انقاذ الفريق. من جد بقيتوا على نقطه من هي اليوم الفريق العاشر ولا التاسع ولا 11 وعنده 6 نقاط على 2 الاخرين وعنده 5 نقاط و4 نقاط راه حنا في واجبتي فو كونتينيو ترافايي. اول مره كنهز الفريق في الميدان ديالو، خصنا نتقبلوا هذا الشيء، خصنا نزيدوا نشتغلوا. مازال امامنا 6 مباريات ناريه، مباريات ديال الصدور، خصنا ناخذوا منها واحد 6 نقاط لان باش نضمنوا البقاء ديالنا والموسم الفريق ربما يكون مجموعه من التغييرات لا في التركيبه البشريه لا مجموعه من الامور باش يقدر الوصيف يكون هذا فريق قوي. بالنسبه للهزيمه ديال اولمبيك فريبكا اليوم امام الرجاء البيضاوي، يعني شخصيا انا يمكن لي نوصفها بان اولمبيك فريبكا هزم بسذاجه جدا، لان فريق الرجاء البيضاوي ما كانش ذاك الفريق القوي. يعني حتى اولمبيك فريبكا يعني اللاعبين يعني انتبهتم في لحظات ديال المباراه واحد الحاله ديال الاسترخاء تبديل ربما. يعني الهزيمه الاولى ديال اولمبيك فريبكا هذا الموسم في الميدان ديالنا مقارنه مع الموسم الفارق اللي كانت ربما اولمبيك فريبكا انتصرت فقط 3 انتصارات. بغينا كسي فؤاد الصحابي تشخص لنا بكل وضوح، انتم شرفتوا على تدريب اولمبيك فريبكا الموسم الثاني، فين كاين الخلل داخل اولمبيك فريبكا؟ اولا كاين جوج ديال الاشطر في السؤال ديالك. الشطر الاول هو الالتزام بسذاجه، ما يخفاش على الكل ان الرجاء حدث واحد 70 ديال المباريات في 4 ساعات الاخيره، 20 دقيقه الاخرين ولا 5 دقائق الاخرى كتدخل ان اتاكون سريع جريء ومسرح ضد اريا اللي يلعب ساعه وبعد اللي في التمرين، فكاين تكون حالات المدافعين اللي ضد لي زاتاكون اللي يدخلوا جريين موجودين مشكلين بالفلوس.
فهذه هي القوه ديال الرجاء. في الوقت اللي انت غتدخل دي زاتاكون اللي كيديروا المجهود ديالهم، ولكن المستوى التقني ديالهم هذا هو الجهد ديالهم بدنيا واعلامي ولا تقنيا. اذا الرجاء خداتنا 4 دقائق الاخرى شدات فيها 2 اهداف. طبعا غادي نشاطرك انها الرجاء خدمنا المباراه بواحد السذاجه شويه، لان ما عرفناش 5 دقائق الاخرى نجاوبها ونشدوا الكره في رجلينا وما نضيعوهاش، وبالتالي نخرجوا على الاقل بنقطه اللي كان يمكن نعتبروها ايجابيه من الرجاء. الان لازمنا فمابقاش نسقوا الهزيمه في الان ولا خطا فردي ولا كنقول لك كتحمل المسؤوليه في هذا الشيء هذا، خصنا نزيدوا نلعبوا. الان ما نقدرش نجاوبك على السؤال فين كاين الخلل. اكيد انه كاين مجموعه من المشاكل، لاننا جينا ليس اللاعبين جينا جوله اسد العالم. التركيبه البشريه خصها واحد التعزيز، الطاقم التقني خصو واحد التعزيز، مجموعه من الامور اللي كتشرف على الفريق في القلوب. ما كديرش 3 شهور جيت بعد 5 شهور شد العمل، كدير فيه 8 ديال اللقاءات وديه، كدير واحد 10 ديال المباريات الزايده، فكيكون عندك امور اخرى. حنا شفنا ما بين المباريات اللي جيت فيها في الاول وما بين المباريات الاخرى ديال الفتح وديال الكاك وديال البريمير وديال الواف كاين تحسن. فماذا لو انك ما اشتغلتيش 4 اشهر ولا 5 شهور، وانك اشتغلتي 6 اشهر اخرى زايده؟ اعتقد ان كل الاستقبال ان شاء الله امامنا، على اساس اننا نخرجوا من هذه المرتبه اللي ما كنستحقوهاش وما كنستاهلوهاش، ونتمنى اننا نرجعوا سريعا لمصالحه النتائج. وكنعتبر الجماهير ديال الوصيفه من جهه شجعنا ونبحث معهم، لان ما نقدرش نقدم لهم على الاقل تعادل او انتصار امام فريق ديال الرجاء اللي كنا في نفس الحاجه باش ننتصروا. الصحفي ما تجيبش النقد ديك الملعب كان تعادل. اش نقول لك، في الاول لعبنا في ارض مطربه، ربحنا اسفين ومقياس قليل على اننا اخويا بغيت نستافدوا من التلعب ديال الحولي. من بعد لعبنا في تنزل ربحنا الفتح، من بعد لعبنا بنين ولا في الناس ارهقنا بنين ولا الواف. ملي لعبنا في التلعب ديال الكاس حنا كلاعبين خصنا في المكان خصنا نلعبوا في سالتي في الكاسون في مزيان ماشي مزيان لان والاصابات كيتعرضوا للاعبين ولا المدير الكوري خايبين. الملاعب اللي لازم كتلقى فيها حفاظ، اعتقد ان الملاعب الكوري عندنا ملعب جيد مقارنه مع مجموعه من الملاعب خاص يزاد العمل فيه. هنيئا لكل الناس اللي اشتغلوا كثير على راسهم الجيران الطاقم باش يرجعوا الملعب يكون انتيجوا، ولكن ربما خص مراجعه ايضا مجموعه من المسائل داخل المرافق. اللي اعتقد ان المكسب ديال الاولمبيك قادم على العام القادم باش الموسم الماضي يكون مستودعات ومرافق ديال المدرجات كراسي مجموعه من الامور الارضيه اضافه